النهارده جاي احكي لكم عن راجل حكايته مشوقة جدا. تعالوا نسمع الحكاية. تخيل معايا انك تصحى في يوم وتاخد قرار واحد، القرار ده يخلي العالم كله يتغير، بس في المقابل انت لا خدت فلوس ولا شهرة ولا حتى حقك. في راجل اسمه، يمكن اول مرة تسمعه، الراجل ده هو اللي اخترع الويب اللي احنا كلنا عايشين عليه دلوقتي، تيم برنيرز لي. بس السؤال، ليه ما خدش ولا مليم؟ وليه اتصرف كده؟ وهل ندم؟ تعالوا يلا نعرف ايه الحكاية. مين هو تيم برنيرز لي؟ تيم اتولد في لندن سنة 1955. أبوه وأمه كانوا من أوائل الناس اللي اشتغلوا في تطوير الكمبيوتر في العالم، يعني اتربى في بيت كله علوم وتكنولوجيا. بعد ما خلص دراسته اشتغل في مركز أبحاث كبير اسمه CERN موجود في سويسرا سنة 89. ولاحظ مشكلة، العلماء مش بيعرفوا يشاركوا أبحاثهم بسهولة، كل واحد شغال لوحده ومفيش طريقه منظمه لتبادل المعلومات. فجاه جات له فكره، ليه ما نعملش شبكه كل الناس تقدر تتواصل ليها ونشارك فيها مع بعض، شبكه موحده وعالميه. ومن هنا اتولدت فكره الورلد وايد ويب، اللي هي ال WWW اللي بنشوفها في كل المواقع اللي بتتكتب قبل الاسم. الاختراع اللي غير العالم ان التيم اخترع الويب وبنى اول موقع واخترع اول متصفح واخترع البروتوكول اللي هو HTTP اللي هو اساس الانترنت النهارده. يعني ببساطه هو اللي عمل الانترنت زي ما احنا عارفينه دلوقتي. بس هنا المفاجاه، سنه 93 جات له فرصه يسجل اختراعه كبراءه اختراع، يعني يملكه قانونيا واي حد يستخدمه يدفع ليه فلوس. وكان ممكن يبقى زي بيل جيتس او اغنى كمان من بيل جيتس، بس قال لا، قرر يخلي كل حاجه مفتوحه مجانا لاي حد في العالم. هو بقى ليه عمل كده؟ تيم قال ده مش اختراع عشان ابيعه، ده اختراع عشان الناس تتواصل وتتعاون. كان شايف ان العلم لازم يكون متاح مش محتكر، كان مؤمن ان الانترنت لازم يكون ملكيه عامه. في الوقت اللي الشركات التانية بتحاول تمص دم المستخدمين، هو اختار انه يدي البشرية اعظم هدية ببلاش. المقارنة بقى اللي توجع دلوقتي، تعال نشوف الصورة الكبيرة. فيسبوك بيكسب من الداتا بتاعتك، جوجل بيكسب من كل بحث بتكتبه، امازون بيكسب من كل ثانية بتقضيها في التصفح. كل دول قايمين على الاختراع اللي الراجل ده عمله، ومع كده تيم ما كسبش، ما خدش حتى نسبة بسيطة. تعالوا بقى نتكلم، هل بقى تيم ندم؟ اكيد ما ندمش، لكن حزين، حزين ان الانترنت اللي حلم بيه بقى مكان للجشع، للاختراق، للاعلانات وللسيطره. عشان كده دلوقتي بيشتغل على مشروع اسمه سوليد، فكرته يرجع التحكم للمستخدم مش للشركات. لسه بيحاول يصلح الانترنت بعد اكتر من 30 سنه. في النهايه احب اقول ان في عالم بيقيس النجاح بكام دولار في البنك، وفي ناس قرروا يقيسوا النجاح بكام حد استفاد، كام حد اتعلم، كام حد اتغيرت حياته. تيم برنيرز ليه مش اغنى واحد في العالم، بس ممكن يكون من اعظمهم. مش دايما لازم تكسب عشان تكون ناجح، احيانا العطاء هو اكبر مكسب. وهنا يجي بقى السؤال اللي متوجه للناس اللي بتتفرج على الفيديو، لو انت مكان تيم كنت هتتنازل عن المليارات دي كلها، ولا كنت هتحافظ على اختراعك لنفسك؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات، مستني تعليقات. ولو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب للقناة واعملوا لايك واكتبوا كومنت تحبوا نتكلم في ايه حكايات تانية، ومستني تعليقاتكم ومستني دعمكم للقناة. سلام عليكم.